السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غازلها أمام زوجته ووضعت له وشما على جسدها. لن تصدق جمال الفتاة التي خان ميسي معها أنتونيلا. إن كنت تظن أن أنتونيلا روكتوزو زوجة ليونيل ميسي جميلة، فانتظر حتى ترى في هذا المقطع بالصور والفيديو سحر الفتاة التي خان ليو زوجته معها، أو كما يشاع في الصحف العالمية عن علاقة حب تدور في الخفاء بين النجم الأرجنتيني وفتاة أخرى سوف تعرف كل شيء عنها الآن. ستكون سبباً مباشراً كما يقال في انتهاء زواجه وعلاقته المثالية مع أنتونيلا، لأن الأدلة التي ستشاهدها ومقاطع الفيديو التي ستراها لميسي مع حبيبته الجديدة تسببت في زعزعة استقرار أسرة النجم الأرجنتيني، وقلبت الموازين بداية من لقطته الشهيرة معها في كأس العالم، وانتهاء بما فعله مع العشيقة المزعومة في حضور زوجته خلال حفل الكرة الذهبية. كل يوم يظهر الجديد عن سبب خلاف ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا، وحتى رغم تكذيب بعض المقربين من الأسرة للأمر، وعلى رأس هؤلاء دانييلا سمعان زوجة النجم سيسيك فابريغاس وصديقة زوجة ميسي المقربة، إلا أن الصحافة العالمية مؤخرا كشفت عن سبب صادم للخلاف، وفتاة متورطة في القصة هي صحفية أرجنتينية تدعى صوفيا مارتينيز، شوهدت تطارد ميسي في كل الأحداث التي يظهر بها مؤخراً، حتى قامت صحيفة أرجنتينية بكشف تفاصيل بالأدلة عن وجود علاقة حب بينهما، قائلة إنها لا تطارد ميسي، بل على العكس هو من يرغب في أن تتواجد حوله في كل مناسبة. وبدأت في إظهار مقاطع فيديو لما فعلته صوفيا في المونديال، حين أجرت مقابلة مع ميسي لم يظهر فيها خجولاً كعادته، حتى رغم سماعه لخطاب مديح في حقه من الفتاة التي نسيت للحظات أنها على الهواء مباشرة، وقالت قبل المباراة النهائية: كلامي لك الآن ليس سؤالاً بغض النظر عن فوزنا في النهائي، لقد تركت بصمتك في حياتنا جميعاً، وهذا بالنسبة لي هو أبعد من الفوز بأي كأس عالم، لا يمكن لأحد أن يأخذ ذلك منك، وهذا هو امتناني لهذا القدر من السعادة التي تجلبها للكثير من الناس. آمل أن تأخذ هذه الكلمات في قلبك، لأنني أعتقد حقا أن هذا أكثر أهمية من الفوز بكأس العالم. وفي نفس المقابلة وعدت صوفيا ميسي أمام الجميع بأنها ستضع وشما لكلمته الشهيرة تودوس خونتوس على جسدها، ووشما آخر لن تفصح عنه، وبالفعل صدقت صوفيا في وعدها وأظهرت الوشم في لقاء مصور. الأدلة لم تتوقف هنا، بل ظهرت نظرات ميسي الغريبة مرة أخرى خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، حين أجرى مقابلة جديدة مع صوفيا مارتينيز أثارت الكثير من الجدل، لأن ليو بدا متفاعلا معها على عكس كل مقابلاته الصحفية السابقة. حتى في الوقت الذي كان يجري مقابلات مع قنوات أخرى كانت عينيه على فتاة واحدة في القاعة، وهي صوفيا ماتيوس مارتينيز. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.